السلام عليكم وأهلا بيكم في الدرس رقم 12 في دبلومة كانفا بالعربي، والدرس ده هنتعلم فيه مكونات اللوجو وأشهر الأنواع اللي هنشتغلها مع بعض، وهقول لكم فيه على بعض الملاحظات لو عملتها هتطلع اللوجو بشكل مختلف تماما عن الشكل اللي انت متعود تعمله. وما تنساش في الأول لو انت عايز تتعلم جرافيك ديزاين وشغل أونلاين لازم تنضم لجروب التليجرام قبل ما يكمل 5000 عضو. حاليا في 2500 طالب وهو مجاني بالكامل. ولو انت مهتم بالنوع ده من المحتوى اعمل سبسكرايب للقناة ويا ريت تعمل لايك للفيديو ده لو استفدت منه حاجة، ويلا بينا نبتدي الدرس مع بعض. في الأول عايز أقولك إن اللوجو ديزاين ده بحر واسع وفيه أنواع كتير جدا من تصميم اللوجوهات، ولكن الأكثر استخداما هما الثلاث أنواع اللي أنا هشرحهم في الفيديو ده. أول نوع معانا هو اللوجو تايب. اللوجو تايب هو نوع معتمد على دمج الرمز بالنص، بمعنى زي ما احنا شايفين كلمة رامبل هنا الديزاينر دمج الثندر مع حرف اليو والام وفصل حرف ال E علشان يقدر يتحكم في مكانه بالظبط فين في الكلمة، فابتدى يحرك حروف فوق حروف. اعتمد على دمج النص بالشكل زي بالظبط ما احنا عملنا لوجو ميديفيا وشبكنا الهارت بيت مع كلمة ميد وإيفيا، واللوجو ده أول مثال على اللوجو تايب. وهنا برضو ده ينتمي لعائلة اللوجو تايب، وهو هنا دمج الشكل مع النص بحيث خلى إن النص ده بيمثل الجزء الناقص من الشكل، ودي الهاندلز بتاعت اللي هي التول اللي بيستخدموها في فرد العجينة، والمفروض إن فريش بيك هي بقية الأداة دي، فهو كده دمج النص مع الشكل في معنى واحد. وتالت مثال عندنا للوجو تايب إن هو هنا حسسك إنه كأنه قطم حتة من الدوت اللي فوق الآي وادي بواقي الحتة دي، كأن الكلمة دي اسمها بايت وهي عضة، فهو فعلا عض الدوت اللي فوق الآي وقال لك إن أنا فرفتها هنا أهو، فكده دمج النص والشكل مع بعض من غير ما يرسم فوق هنا فتافيت أو يرسم شكل بق بيعض. هو قرر إن هو يدمج الاتنين مع بعض في الشكل الجميل ده، وده معنى اللوجو تايب، إن أنت هتخلي الشكل والنص بتاعك هو حاجة واحدة. وتاني أشهر نوع عندنا هو الأبستراكت. الأبستراكت هو النوع اللي احنا متعودين نشتغله على الجروب، اللي هو الأيكون بتكون موجودة فوق أو جنب اللوجو بتاعك حسب أنت بتشتغله إزاي، وبيكون عندك بيزنس نيم وعندك سلوجن وبيكون عندك الأيكون موجودة فوق. ده أول مثال على الأبستراكت، وعندك مثال زي اللي احنا متعودين نشتغله على الجروب بالمنظر ده. وهنا أنا عملت زوم إن عشان عايز أوري لك تفصيلة مهمة جدا بتفوت على ناس كتير وهي بتعمل اللوجو ديزاين، وناس كتير في الجروب معايا على التليجرام بيغلطوا فيها لحد النهارده. المسافات ما بين السلوجان والبيزنس نيم ومسافات ما بين البيزنس نيم والايكون. في الابستراكت المسافة ما بين السلوجان والبيزنس نيم لو افترضنا ان دي اكس، لازم المسافة اللي بين الايكون واسم الشركة تكون على الأقل 2x، من 2 ل 2.5 ضعف المسافة اللي بين السلوجان واسم الشركة. يعني لو بصينا هنا هنلاقي ان انا مستخدم ضعفين المسافة بالظبط في اللوجو ده. ما ينفعش انك تكون محرك الايكون بعيد قوي كده، او انك تبقى عامل مسافة ضخمة بين السلوجان والايكون بالشكل اللي انت شايفه ده. لازم المسافات تكون متظبطة بالسكيل اللي انت شايفه دلوقتي. وتالت مثال عندنا للوجو الابستراكت ده بيكون احد اشكاله. بعد كده عندنا تالت واخر نوع هنتكلم عنه في الفيديو ده وهو الليتر مارك. الليتر مارك دايما بنستخدمه في البراندات وفي الشركات الكبيرة اللي عايزة تخلي الهوية بتاعتها قوية جدا، بمعنى ان انا ممكن استخدم اول حرف اللي انا هستخدمه فوق ده في الهوية من غير محتاج ان انا اكتب الكلمة والسلوجن اللي تحت. والليتر مارك هو ان انا بستخدم اول حرف من كل كلمة في البراند بتاعتي، يعني هنا فالور عندي استخدمت حرف V. مثال تاني هنا على هاربر روسو انا استخدمت HR بالمنظر ده، وهنا هو كتب HR عادية ولكن حط دواير فوقيها عشان يدي المنظر الجمالي بس بتاعها، ونفس الكلام هنا كل دي دواير layers فوق بعض، ولكن القصد ان هو استخدم HR اللي بيدل عن اول حرف من كل كلمة. والستايل ده دايما هتلاقي فيه التركيز على الحروف، يعني المنظر اللي انت شايفه، شايف حجم الشكل او الحرف بتاعك قد ايه قصاد حجم النص اللي تحت، وده بيدل قد ايه هم بيهتموا بالحروف الاولانية وعايز يخليها اقوى بكتير من النص او اسم الشركة. القاعدة هنا ان الشكل بيبقى هو الاولوية الاولى، على عكس الابستراكت عندك فوق عندك هنا الاولوية الاولى هو الاسم بتاع الشركة ثم الشكل ثم السلوجان. ولكن في حالة اللتر مارك الأولويات بتكون مختلفة، بيكون الأولوية الأولى عندك هو الشكل
لأن الشكل هنا بيمثل أول حرفين وهو مرتبط ارتباط وثيق بالاسم بتاع البراند، فأنت عندك الأولوية الأولى للشكل ثم اسم البراند ثم السلوجان بتاعها. وده مثال تاني على الليتر مارك سميرة حديد اس اتش مفصولين بسلاش. ولو عايز تعرف اكتر عن افضل 6 فونتات ممكن تستخدمهم في اللوجوهات، انا عملت درس رقم 9 هتلاقيه بيتكلم عن افضل 6 فونتات، زائد انه بيعمل لوجو من النوع اللي هو لوجو تايب اللي هو ميديفيا. يا ريت تروح تشتغله بايدك، ويا ريت ما تنساش الملاحظات بتاعه المسافات ما بين الاشكال والاولويات حسب نوع اللوجو. وده كان درس سريع واتمنى كلكم تكونوا استفدتوا حاجة منه، واشوفكم في دروس جاية كتير.